قلبي، اليوم أنا وياكم بدي فرجيكم شو اجاني هدية. انتو بتعرفوا أنا بحب اخد رأيكم بكل شي بخصني، خاصة بموضوع الهدايا. صراحة اجتني هدية مميزة، هي هدية ذهب، منا هدية ألماس ولا شي، بس بالنسبة إلي حسيتها هدية كتير كتير كبيرة وثمينة، لأنه معناها ثمين بالنسبة إلي. خلوني بس افتح وفرجيكم شو هي وبنعلق سوا. شو هيدي؟ هي الأرزة. يا الله يا الله، هيدي صراحة الهدية استلمتها بإيدي، مش اجتني بدي اتشال أو حدا وصلها. هيدي الهدية الشخص اللي عطاني إياها قال لي هيدي أنت ريما، أنا عندي أرزة صغيرة شايفها برقبتي، قال لي لا أنت هيدي الأرزة، أرزة كتير كبيرة. هيدي الأرزة إذا بحطها برقبتي هلأ هون بتشوفوا قد ايه كبيرة لحتى. للأمانة أنا حبيت فرجيكم هالهدية وقلكن شي، إنه مش قيمة الهدية هي اللي بتغريني، اللي بيغريني أكتر هو معناتها ومضمونها. وبما أنه فتحت هاي السيرة ليكو برقبتي شحال في كتير أغنياء ومعهم كتير مال منن مبسوطين. مش المصاري اللي بتبسطنا، المصاري هي وسيلة بين إيدينا لنعرف نحن نبسط حالنا. ولما بتبقى الشغلة هالقد بتشبهنا بننبسط كتير فيها. يعني يا الله مش عم فيي بكلها، خليني أجرب بعد. يعني أنت رايحة تشتري فستان غالي لأنه ماركة، أو بتشتري فستان بيلبق لجسمها بغض النظر عن ماركته، قديه بتبقى مبسوطة فيه إذا لبسها لبس. مش الحال. وأخيرا شوفوا أساسا مش حلو بقى هيدا، حتى هي لحالها أجمل. يلا هلأ بشيله. دايما الاشياء اللي بتلبقلكن وبتشبهكن هي اللي بتعطي قيمة لما بتلبسوها. يعني مش اذا انت جايبة ماركة معينة يعني صارت حلوة عليكي. دايما اقتنعوا انه الشغلة اللي بتلبسوها انتو لابسينها مش هي لابستكن، بتقلوها اكتر. عرفتوا علي؟ وانا اليوم هاي الهدية رح اقبلها وبفخر وباعتزاز، لأنها كتير 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 بتشبهني وأنا حبيتها. أساساً الشخص اللي عطاني إياها هو عزيز على قلبي جداً. بدي أقول لك ثانك يو. دايماً اعملوا الاشياء اللي بتشبهكن، انتو خدوا القرار، انتو شوفوا شو بدكن واعملوا، ما تتأثروا بحكي العالم وما تعملوا شو بتعمل العالم، لأنه كتار من العالم منن مبسوطين. مجتمع المظاهر أكلن أكل. أنا هي ذهب وجتني قبل هدية ألماس، هيدي مبسوطة فيها وشايفة حالي فيها وبتشبهني أكتر ب100 مرة، مع أنه هي أرخص ب100 مرة من هيدي. كتير مبسوطة فيها.